حصاد الأسبوع مع أخوكم حكم. الزمالك خد الدوري بعد فوزه على سيراميكا، وبكده يكون اللقب ال15 في تاريخ الزمالك. يوم السبت 23 مايو هيقام حدث تاريخي عند سفح الهرم في الجيزة بين أوسيك وريكو. واحنا عارفين ان اوسيك اسطورة في الملاكمة في الوزن التقيل، وريكو اسطورة الكيك بوكسينج. الحدث ده هيبقى مشارك كمان فيه ابطال من انحاء العالم وكمان ابطال مصريين. ان شاء الله ابطالنا المصريين يشرفونا اللي ليهم مستقبل واعد. ويقول لك يا سيدي ان باقي اقل من شهر على اول مباراة لكاس العالم، واللي هيتلعب يوم 11/6/2026. اول مباراة هتكون بين المكسيك وجنوب افريقيا. واخر حاجة معانا حدث يو اف سي اللي هيتلعب في البيت الابيض، يبقى يوم 14/6. حدث من وجهة نظري مش هيبقى مشوق، اولا لانهم قالوا على الابطال ان هم هيلعبوا في الحدث ده ومش هيلعبوا. حتى النزالات اللي هتتلعب مش مثيرة للفضول، زي مثلا ان إيليا توبيريا هيلعب مع جيتشي. اللي متابع عارف ان إيليا هيخلصها وهو هيكون الكسبان اكيد. وكانوا قايلين كمان ان جون جونز هيلعب مع أليكس بريرا، ولا حتى شفنا الفايت ده. وتقريبا أليكس هيلعب مع جين وفي البطاقة الرئيسية، وإيليا توبيريا هيلعب مع جيتشي برضه. هم دول هيبقوا الفايتين الاساسيين. بس النزالات انها سد خانة، ان هم عطوا ميعاد للفايتات فلازم تتلعب وخلاص ايا كان النزالات دي مين هيلعبها. في حمزة بقى ولا كونر ولا اسلام. اخر حاجة حابب اختم حلقتي بالمشهد الجميل ده. ما شاء الله عليك، ايه الحلاوة دي. والبطل ده اسمه عبد الله حسونة من مصر. مبروك على الميدالية. سلام.